حضرتك شايف بقى أن مجلس النواب المصري قام بدوره تجاه الموافقة على هذه الديون ولا لا؟ لا، لأنه خلي بالك الدين في النهاية سواء كان دين داخلي أو خارجي هو التزام قانوني، بمعنى أن الالتزام لا فكاك منه، لابد أن هو يؤدى. ولذلك الديون في كل بلاد ومنها بلدنا بيصدر بها قانون من مجلس النواب، من السلطة التشريعية، يتناقش وبعدين في نهاية المناقشة يقول والمجلس يوافق على الحصول على القرض الفلاني بكذا وكذا من الأول. هنا نقطة الضعف الشديدة جدا، إنه مجلس النواب ليس لديه القدرة وأحيانا الرغبة في إنه هو يهتم بهذا الموضوع ويدرسه دراسة كافية. الديون مظبوط. يعني مجلس النواب ليس لديه القدرة على إنه يوقف نزيف الديون؟ لا، هقول لك، هديلك مثال بقى من واقع تجربتي أنا. في إحدى السنوات أنا خرجت أستاذ زائر في جامعة أمريكية كبيرة اسمها جامعة جونز هوبكنز، لها فرع في واشنطن العاصمة، ومعروف إن البنك الدولي في واشنطن، صح؟ فأنا طلعت سنة عشان أدرس وأعمل بحث على ديون مصر البنك الدولي. خدنا منه كام وعملنا بإيه؟ الكلام ده كان سنة 1989، فترة طويلة، لكن كان طلع الآتي، انه انت عارفه لما انت بتقترض من البنك اللي بيحصل ايه؟ بيقول لك اوكي انت خدت كام؟ 10 مليون دولار. عظيم جدا، انا خصصت لك ال 10 مليون دولار، فتقدري تسحبي منهم، وتسحبي منهم طبقا لطبيعه المشروع والاتفاق اللي بينهم وبين بعض. انما المبالغ اللي هتفضل غير مسحوبه انا هفرض عليها عموله اسمها عموله ارتباط، ان انا ارتبطت وجنبت لك المبلغ ده، طول الوقت اللي يفضل فيه مجمد لازم تدفع عليه عمولة، مش كبيرة قوي انما موجودة. ففي ذلك الحين هدي المثال ده لانه بيتكرر عندنا كتير. كان عندنا شركة اسمها شركة الورق الأهلية ركتة، كانت قطاع عام وبيجهزوها للخصخصة، الكلام ده كان في الثمانينات. فخدوا قرض لتأهيل الشركة تمهيدا للخصخصة، وبعدين حصل حاجة فالحكومة غيرت رأيها وما بعتش الشركة. ما بعتش الشركة. ففضل القرض واخدينه، وفضل العداد بتاع البنك الدولي طبعا يعد. وانت كمان ما بعتش. مظبوط. فانا حسبت المبالغ دي اللي احنا المفروض اظن كان في حدود 8 الى 10 مليون دولار وقتها. فانا سالت الراجل في البنك الموظف، بقول له طب انت اذا الحكومه ما صرفتش المبالغ دي انت ليه بتحسب عموله ارتباط؟ انت عارف انهم غيروا رايهم بتاع. قال لي انا ماليش دعوه، انا مؤسسه عايز اكسب. الحكومه المفروض تبقى عارفه هي بتعمل ايه. هم ما طلبوش، لو كانوا طلبوا كنا وقفنا. شوف الفظاعه، لو كانوا طلبوا، الحكومه المصريه طلبت ان احنا نوقف القرض خصم عموله الارتباط، هنخصمها، ده القانون. ولكن هم ما طلبوش، ما نطوا عليه، لان ده بالنسبه لنا. فده موضوع يعني فيه فجوات كتيره جدا. طيب خليني انتقل معاك لنقطة مهمة جدا، وهي انه حضرتك لسه كنت بتقول ان احنا بنصرف من 20% بس من الدخل بتاعنا او ايراداتنا المصرية، مظبوط، والباقي بيروح لخدمة الدين. ده طبعا بيأثر على الصحة، بيأثر على التعليم، واللي ظهر قوي كمان انه المفروض انه في نسبة دستورية للتعليم. ايوه. اللي هي 6% تقريبا، تعليم اساسي وجامعي. 6% المفروض انه التعليم يكون له نسبه 6% من ايرادات الحكومه، ومع ذلك النسبه اقل من كده بكتير في الموازنه العامه للدوله. وفي نفس الوقت مطالب من وزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي سداد جزء من الديون المصريه. شايف الموضوع ده ازاي؟ هو طبعا يعني لازم ننظر للموضوع في اطار المرحله الحاليه في مصر من الناحيه السياسيه. هناك استحقاقات دستوريه بالنسبه للانفاق الاجتماعي اللي هو التعليم والصحه.